فوسفات الجزائر عندها مخزون أكثر من المغرب، وعندها جودة الفوسفات أكثر من المغرب اللي هو أكبر دولة في العالم حاليا حسب الإحصائيات. لماذا؟ لأنه الغرب يلعب لك راي راي، يقول لك المغرب هو أكبر دولة حتى يتم استنزاف خيرات المغرب، لكن المخزون الحقيقي الاستراتيجي، البقرة الكبيرة، البقرة الحلوب، راقدين عليها وما يهضروش. لا، الجزائر ما عندهاش. لماذا؟ حتى يسهل الاستحواذ عليها وبعد كده هما يستخرجوا. لهذا السبب اللي يقول لك ما كاش. لكن الجزائر امكانياتها، الفوسفات اللي موجود في الجزائر اكبر بكثير مما هو موجود في المغرب واكثر جوده. وهذا الكلام ما سمعتوش من عند مسدور فقط، انا قلت لكم سمعته من عند مسدور وما صدقتوش، لكن فيما بعد سمعته من عند خبراء اجانب. لقيت بلي مسدور يقول الحقيقه، نعم جوده الفوسفات في الجزائر اكثر بكثير من جوده الفوسفات، ضعف جودة الفوسفات في المغرب 37%، في الجزائر 62%، يعني تقريبا زايد عليها 100%. السؤال المطروح، لماذا يركز الرئيس تبون ومن معه على غار جبيلات اللي صرفنا فيه ملايير وما زلنا نصرفه، ولا يركز على الفوسفات اللي موجود في المنطقة الشرقية؟ لماذا؟ علما وأنه، وهذه نقول لكم بكل صراحة اسألوا خبراء يقول لكم جودة الحديد الموجود في غار جبيلات غير صالحة، النوعية ما مليحة. لكن الذين أشاروا